وبقول لهم كمان حاجة مهمة جدا، يعني يمكن احنا في مصر ما بنهتمش بالحاجات دي كتير. أنا اتولدت في بلد هورس، دمنهور. فالدمهرة لازم يكونوا مبسوطين هنا دلوقتي. أنا ما رحتش مدارس خاصة، أنا جاي من أسرة متوسطة، عائلة زويل معروفة في دمنهور، ولكن حنا زي أي حل مصري تاني ما كانش فيه لأن احنا نروح مدارس خاصة ولا ندفع المصاريف الباهظة دي. فوجئنا النهارده الحقيقه بهذا الخبر، فالمدام زوجته في حاله انهيار تام وفي حاله أرثى لها. ما قدرتش افهم منها الحقيقه، ولا مدام راجيه منصور مديره مكتبه ايه سبب الوفاه بالضبط. هي كل املها ان احنا نحقق له امنيته انه يدفن في مصر. هو امنيته الاخيره هو ان يدفن في مصر. نعم نعم. شريف، انت كنت ربما الاقرب للدكتور زويل في الفتره الاخيره. قول للناس من هو الانسان، من هو العالم، هو مين احمد زويل؟ لمس. انا مش عايز اقول لك، انا هذا الرجل تعرض لظلم في حياتي، وانا كنت اخوض معارك شرسه لدرجه اني احيانا كنت بخسر مجموعه من اصدقائي بسبب ما يسموه دفاع عن هذا الرجل. يعني دكتور زويل ربما في وقت من الاوقات، انت عارفه الآلة الإعلامية ظلمته، قربه من بعض الناس ظلموه، انما هذا الرجل لما تقربي منه وتعرفي قد ايه بيعشق مصر وقد ايه بيحب تراب البلد دي، وكل ما يتكلم كان يقول انا امنيتي قبل ان افارق الحياه اني ارى مصر متقدمه يعني علميا. انا لما زرته في كاليفورنيا وشفته العالم كله جاي يحتفل بيه بمناسبه مرور 40 سنه على انضمامه الكلكات وعلى اسهاماته الانسانيه اللي قدمها للبشريه. حاجة ليك والمشاهدين، أنا لا أنتمي لحزب ولا أنتمي لمجموعة سياسية ولا لي طموح، وبالتالي واضح جدا جدا ان انا بتعامل كمواطن مصري بيحاول انه يساعد بلده، لا اكثر ولا اقل. غيور على البلد. طيب، يعني انت تشجعني وتفتح الشهية ربما لسؤال، يعني ما دخل العلم بالسياسة؟ عرفنا دكتور احمد زويل عالم جليل وله انجازات علمية كبيرة. هذه اول مرة نسمع عن الدكتور زويل يتحدث في الشأن السياسي، صميم الشأن السياسي المصري. ما الذي يعني دفعك لهذا؟ هو سؤال كويس الحقيقة، بس هو في بما ان البي بي سي بتوصل لكل العالم العربي، في عندنا خطأ كبير قوي في العالم العربي. اعظم علماء العالم كمان كانوا من اعظم مفكرين العالم، وما تكون مفكر وبتفكر في بلدك وبلدك الام لازم تشترك، بس ده مش معناه انك انت عايز منصب، يعني دي حاجة لازم تبقى واضحة. بنيامين فرانكلين في تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية ودستورها كان من أهم اللي بيسموهم الستيتسمان اللي حركوا ده. رجال الدولة. طبعا. ألبرت أينشتاين، إن إسرائيل طلبته على إنه يكون رئيس الدولة ورفض. لكن في نفس الوقت كان بيحاول يساعد بلده. فالحقيقة إن الكلمة بتبقى صعبة أوي لما يقولوا علم وسياسة، ده مش معناه إلا بقى إذا كان كل واحد فاهم في العالم العربي إنك الحاجة الأولى إنه الوحدة الوطنية في هذا الوقت الحساس جدا جدا. الوحدة والترابط الوطني لابد، يعني بالإنجليزي بيسموها coherence، لازم coherence and national unity. فالوحدة والترابط الوطني مهم جدا جدا. دي حاجة. والحاجة التانية إنه يعلى صوت الوطن فوق أي صوت آخر، سواء كان على المستوى الشخصي أو على مستوى الأحزاب أو على مستوى الطموح اللي عند بعض الناس. أنا في اعتقادي أهم حاجة دلوقتي يجب أن تكون مصر، ومصر تعلو فوق كل شيء. مصر في كل تاريخها معروفة على أنها قلب العالم العربي، أو مركز الثقل للعالم العربي، سواء كان ثقافيا أو سواء كان تعليميا أو إلى آخره. وأنا بعتقد إنه قلب مصر ناو ينبض، وينبض بحرارة وبسرعة، وأعتقد إن النبضات دي لازم هيكون لها صدى في كل العالم العربي، ومهم جدا إن مصر ده اللي يحصل فيها. مع كل احترامي لتونس واللي عمله شعب تونس العظيم، ولكن ثقل مصر وتعداد مصر ومركز مصر وتاريخ مصر يعمل من ده
تأثير كبير جدا. I've been here now for a week. 7 days. صار سؤال عند الشعب يعني. انا كنت سمعت من البعض ان حضرتك تبرعت بنصف جائزة نوبل لإسرائيل، فده كان الناس كتير بتسأل عن المسألة دي، فحبيت بس نجلي الحقيقة ونوضحها للناس. شكرا. يعني حضرتك عضو مجلس الشعب، يعني حضرتك تقدر تتصور بكل اللي انا بحاول اعمله لمصر ده وان انا اتبرع بنص نوبل لاسرائيل؟ انا قلت سمعت، فانا بجلي الحقيقة للناس. طب يعني ما هو يعني انا ارجو الدكتور احمد الا يجيب على سؤال خارج موضوع الحلقة، لان احنا جايين عاملين سيمينار من اجل الاستفادة للجنة التعليم والبحث العلمي. بس عايز اجاوبه. لا يا سيدي، يعني ده للشعب حضرتك. يعني عيب حتى بصراحة ان الواحد يفكر في حاجة زي كده. الشعب بيسأل السؤال ده اصلا عشان ننفي بس يعني كلامنا ننفيه. يعني لا ننفيه بس. اما حضرتك تقول تنفي التهمة، لا ننفي الكلام يعني. يهالي كده الكلام. بس الكلام، ما انا برضو بسمع عنك حاجات كتيرة جدا في مجلس الشعب، بس ما بقولكش ان ده كلام صحيح يعني. عيب، لانه مصر ما فيش حد. اولا الوطنية المصرية عند واحد زي حالاتي معروفة لكل الشعب المصري، وانا لو طلعت على التلفزيون المصري المصريين عارفين كويس قوي يعني. فعشان واحد كده كلمة مش هجاوب عليها هنا يعني. نعم، شاكرين يا دكتور على الإجابة. اللي يروح عند اليهود يطور لهم منظومة الأسلحة عشان يضربوا بيها المجاهدين في غزة رمز العزة، ده كافر مرتد عن الإسلام. يا ربي رايح بتساعدهم على ان هم يضربوا المسلمين، وانت عارف ان اليهود محتلين فلسطين، ويسألوه على فكرة من أنكرش، قال العلم لا وطن له. يا سلام، العلم لا وطن له. ومين اللي اعطاك العلم ده عشان تروح تديه للكفره واليهود؟ دكتوره كانت رئيسه قسم الاعلام في جامعه من الجامعات مش هذكرها، كتبت اكتر من مره اني اعمل في اسرائيل واني بساعد اسرائيل في تطوير الصواريخ والاسلحه النوويه. طيب انا تخصصي ليس صواريخ ولا أسلحة نووية ولا أفهم فيهم، بقرأ عنهم بس ما أفهمش فيهم. ثانيا، في حياتي كلها إلى وقتنا هذا لم أعمل في إسرائيل. ما أعرفش جايب المعلومات دي منين، ودي كانت رئيس قسم إعلام بتدرس وبتعلم الأولاد. وثالثا، أنا في رأيي إن إسرائيل أذكى من إنها تحاول تعين واحد زي حالاتي عارفة عنه ان بقاله بيخدم بلده 20 سنة لرفع قيمة العلم والتعليم. هل هذا العبث يغير مصر بعد ثورة مجيدة زي ديت؟ ده عبث. 1923 الدستور الليبرالي العظيم ده، احنا كنا اول دولة في الشرق الاوسط فيها حريات التعبير. هذا صحيح، مش كده ولا ايه؟ صحيح. وبعدين شوف بقى انتعشت مصر ازاي. يعني انت النهارده لما بتفكر كحضرتك مصري او اي عربي يفتكر ويشوف مصر في عهد طه حسين وتوفيق الحكيم والعقاد وام كلثوم وعبد الوهاب، يعني انت لما تفكر في النخب اللي طلعتها مصر نتيجة الحريات والعظمة اللي طلعت في هذا الوقت، انا جيلي نفسه استفاد من الوقت ده في تعليم جيد جدا في مصر. انا دايما اقول هذا الكلام. ولكن دستور عام 1923 ألغي في 1936. طبعا. وهي دي بقى النقطة اللي انا بقولها دايما لما بتحصل ثورات، ولو اتحكم العقل في هذا الوقت وعملت الدستور الجيد اللي هو ينعش البلاد ويعيد الحريات للبلاد والإبداع